tell me nothing. Give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى هركب النهارده التول بار. لو مش عارف التول بار اللي هي الايقونه اللي فوق دي، هركبها لك في اي نسخه بلس، بعد كده هركبها لك في اي نسخه بيتا. دي هتبقى فيديو لوحدها. تمام. متنساش بقى ان عندك هنا فيديوهات شرح روش كول وضرب بلغات والكلام ده كله. ماشي. اول حاجه ندخل كده على الاي بي كي اديتور، تختار النسخة بتاعتك. انا علشان عامل بروجكت للنسخة بتاعتي فندخل على طول. تمام. تدخل كده على الريز الاول. تمام. اول حاجة هتعملها هتعمل ملف لي اوت. انا عندي هنا لي اوت 1 و2 و3، انت هتعمل مثلا 4 أو 5. حلو. نعمل لي اوت 4. نحط بقى هنا الملفات. شوف هنا الملفات هسيبها لك تحت في الوصف او في اول كومنت على حسب الغسالة بقى. فين الملفات؟ فين؟ اهي. تمام. هتدخل كده على اللاي اوت، هتضيف الملفين دول. هو الاضافة كلها على بعضها سهلة، يعني عبارة عن ملفين 3 وخلاص. بعد كده تضيف الميثود والامر القرار. الميثود هنضيفه من ام تي. طيب تدخل كده على الامر القرار، تاخد اول واحد بتاع نايت، بتاع اللي هو الوضع الليلي، تاخده كوبي. حلو. نطلع فوق على فيليوس نايت. فين بقى فيليوس نايت؟ فين نطلع فوق اهي. تمام. اول واحدة. بعد كده تدخل هنا على الكولر وتحط الامر اللي احنا خدناه كوبي. حلو. تدوس بقى حفظ وتخرج. بعد كده تنزل على الكولر العادي اللي هو اخر واحد ده. تمام. سيبك من اللي فوق، احنا هنعمله دلوقتي. تاخده كوبي، تدخل بقى على الفيليوس العادي اللي هو من غير فيرجنات، من غير نايت، اللي هو اول واحد خالص اللي هو الفيليوس ده. حلو. ده. تمام. بعد كده تدخل على الكولر وتدوس على الايقونة اللي فوق دي. تمام. تحط بقى الامر بتاعك وتخرج. بعد كده تطلع نشوف بقى الحوارات اللي فوق دي. هتاخد اللي هو الهوم ستوك كده، تاخده كوبي. تمام. تاخده كوبي. ما تاخدش اللي هو كومنت دوت واتساب ده كوبي، لا ما تاخدوش. تمام. تاخد اللي تحته الكوم دوت واتساب الجي بي ده، انت هتبحث عنه. لكن انت هتاخد الانكلاود والهوم ستوك. تمام. تبحث هنا عن الهوم ستوك. نمسح بس المسافة دي، تبحث عنها كده في الملفات، تدخل على اول واحد. تمام. تبتدي بقى تبحث عن الكوم دوت جي بي واتساب. فين؟ اهي كوم دوت جي بي واتساب. اهم حاجة جنبها البي دي تول بار، الامر ده. تحدد بقى كده حمادة ده لحد هنا، لحد علامة اللي هي القفلة بتاعتها، علامة الأكبر منه اللي هي فوق كلمة فيو. تمام. خلينا نقول عليها حمادة. تاخده قط. حلو. عشان بس ما تتوهش مني في الأمر اللي احنا بنحطها. هنحط هنا الانكلاود اللي احنا خدناه في الأول كوبي. تمام. بس كده انت خلصت هنا. ندخل بقى على تاني ملف هتعمل نفس الكلام. هتيجي تدور كده على حمادة اللي هو كوم دوت جي بي تو واتساب، جي بي واتساب 2 بي دي تول بار. اهم حاجة. حلو. تحدد وترمي الانكلاود. بس انت كده خلصت معظم الشغل بتاعك. اهم حاجة تخليك فاكر بس اسم حمادة ده علشان هنحتاجه. بس انت كده خلصت هنا. تحفظ وتطلع. بعد كده تمسح الملف ده. عظيم جدا. بعد كده بقى تدخل على اللاي اوت اللي احنا عملناه في الاول خالص، اللي هو اللاي اوت فيرجن 4. تدخل على اللي هو الاس دي تول بار. تمام. بعد كده تنزل كده تحت الاخر خالص. شايف انت الجي بي واتساب؟ انا الحزمة بتاعتي جي بي واتساب 2، فانت خلي بالك من اسم الحزمة يعني. تمام.
بعد كده بعد ما انت ما غيرت خلاص الحزمة، هتاخد الامر ده كده. تمام، نحط بقى الامر اللي احنا سميناه باسم حمادة ده، فاكره اللي احنا خدناه من ملف هوم ستوك. حمادة ده اسم الامر مش اسم حاجة تانية. السلكان لو في سلكان بربع جنيه، ما علينا خلينا مكملين. عندك هنا اللي اوت اللي هو ده، لي اوت هايت اللي هو ده، شايفه؟ تاخد الامر ده تمسحه. تمام، تحدده وتمسحه، وتنزل هنا على اللي اوت هايت اللي هي دي، تاخده كوبي وتحطه فوق مكان اللي احنا مسحناه. تمسح كده مكان علامة الاستفهام دي، وتحط الامر اللي انت خدته كوبي اللي هو ده. تمام، لازم يكون الاتنين شبه بعض، ده لازم. تمام، الاتنين دول اللي هي الهايت والهايت اللي فوق. تمام، والامر اللي فوق اللي هو اللي اوت ويدز اللي هو ده، زي اخوه يكون بالظبط. هو هنا زي بعض، فاهمني؟ هما الاتنين هنا زي بعض. تمام، هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ تقوم جاي خارج، ندخل هنا على ملف دلتا بروفايل. تمام، وتخلي بالك برضو من اسم الحزمة. انا عندي جي بي واتساب 2، فانت ممكن يكون عندك اف ام او مثلا يو واتساب، فاهمني؟ بس فانت تخلي بالك من اسم الحزمة. حفظ وتخرج. احنا كده خلصنا هنا في ايبيكي. هتدوس هنا على علامة الشاكوش اللي فوق ده، او يعني بيلد او انستول او تثبيت عامة. تمام، ونشوف بقى الكراشات دي. الكراش هنا بيقولك ان الايقونة متكررة بصيغة البي ان جي اللي هي الايقونة العادية الصورة، متكررة على هيئة اكس ام ال، يعني في برضه ايقونة على هيئة اكس ام ال عادي. تمام، هتحدد كده تاخده كوبي. انت بس هتدوس كده دوسة طويلة وتتاخد كوبي اللي هي المون لارج. تمام، تاخدها وتبحث لو في حاجة متكررة منها اهي بنشيلها. تمام. تمام، ممكن تكون متكررة كبي ان جي او اكس ام ال عادي. تاخد هنا السان لارج برضو. تمام، وتبحث عنه هتلاقيه برضو متكرر، تقوم جاي بمسح بس. تجيلك بقى الكراش اللي هو بيقولك ايه، متكررة على هيئة اكس ام ال، على هيئة ملفات وايقونات عادي. هتشوفها دلوقتي اهي. شوف، في اللي عندك اللي هو الاي سي يو هوم اكس ام ال، وتحتها اي سي هوم بي ان جي، فاهمني؟ دول ايقونتين عادي متكررين، واحدة على هيئة ملف واحدة على هيئة ايقونة عادي. هوريها لك دلوقتي. تمام، ناخد دي برضو كده كوبي، ودي برضو، وكمان دي، علشان نمسح اي حاجة منهم. ناخد دول كده كلهم كوبي. تمام. تمام، نبحث عن دي. بص، دي متكررة على هيئة ملف، وتيجي هنا تمسح الاكس ام ال، تحط البي ان جي متكررة على هيئة ايه ايقونة، تمسح بقى الايقونة عادي. تمام، تمسح بقى كل واحدة انت خدتها كوبي، بس تمسح الايقونات بس، ما تمسحش الاكس ام ال. او عايز تمسح اكس ام ال عادي براحتك، بس يعني الاحسن ايقونات اللي احنا بنمسحها دي. تمام. تمام، نوريك برضو اللي اقولك. نمسح برضو الايقونة دي، بعد كده ندخل على الايقونة اللي بعدها. هم 4 ايقونات مش اكتر. تمسح الاربع ايقونات او 5 تقريبا، مش فاكر. بعد كده بقى خلاص احنا كده خلصنا. لا كده خلاص احنا خلصنا. تمام، تعمل بقى بيلد او انستول او تثبيت، هتلاقيها بتثبت معاك عادي. حلو. تحفظ وتطلع. بص، هو بيقولك ان هي محفوظة في ملف APK Editor Master او APK Editor Pro على حسب ما انت بتستعمل. تدخل هنا على MT، تدخل هنا على اول واحدة، اول ملف اللي هو بتاع APK. تمام، تعمل هنا معاينة او فيو. بعد كده تاخد اللي هو كريزس 6 ده. تمام، انا عندي هنا 1 و2 و3 و4 و5.
تمام. فانا هضيف السادس. لو انت عندك 4 كراسيزات بس هتعمل ده الخامس، تعدل في الاسم وتنقل. حلو حلو. بعد كده تدخل هنا على 6 بس. تمام، تدخل على 6 بس وتبحث عن جي بي واتساب. جي بي واتساب. تمام، تعمله هنا اسميري، تبحث وتدوس هنا على تالت واحدة اللي هي التبديل، وتكتب اسم الحزمة بتاعتك انت، اف ام واتساب او يو واتساب. انا عندي هنا جي بي واتساب 2. تمام، حفظ. تمام. عندك بقى تقريبا كان عندنا ميثود عايزين نضيفه. ندخل هنا على ملف الهوم اكتيفيتي. تمام، هوم اكتيفيتي بس. تحدد التانية. لا مطلعتش، استنى. انا كاتبها غلط. بعد في اي تدخل هنا على اللي هي اول واحدة دي، كوم دوت جي بي واتساب 2. بعد كده هوم اكتيفيتي، متدخلش على الاخيرة دي، لا ادخل على الاول. تمام تمام. ادخل بقى تحت الاخر كده خالص. تمام، هنجيب الميثود من ام تي في اي بي، او انت تكون واخدها يعني كوبي عادي. تاخد الميثود بتاع الاون كليك كده. تمام، وتحطه هناك. احنا لسه مخلصناش. انا عايز اعرفك اللون هيتغير ازاي. تمام، تيجي هنا تكتب برضو اسم الحزمة بتاعتك. خلي بالك من اسم الحزمة بتاعتك. احنا لسه مخلصناش، انا لسه هوريك التثبيت، وهوريك كمان لون الايقونة، وهوريك كمان لون المكان بتاع الايقونة. تمام، عشان بس انت تقدر تغيرها براحتك وما تقولش اللون ما تغيرش معايا. تمام، خليك معايا علشان بس اوريك اللون. بص، هي اتركبت اهي عادي. شايف اللون ابيض؟ انت بقى عايز تغير اللون ده هتعمل ايه؟ هقولك. تدخل هنا على معاينة. تمام، تدخل هنا على لا استنى، تدخل هنا على ملف الريسورس اللي هو الاصفر، تاخد اي لون انت عايزه. عندك هنا ملف الكلر ده اول واحدة. تمام، خلينا مثلا نلعب في اللون ده. انت مثلا عايز اللون الازرق. حلو، نعمل لك اللون الازرق فين؟ ثواني. ده مثلا لون ازرق. ثواني، لا بس حلو كده. تاخد اللون ده كده كوبي. تمام، تاخده كوبي وتدوس هنا على كنسل اهم حاجة. تمام، تدوس كنسل او الغاء. تدخل هنا على الكلاس الستة. تمام، كلاس الستة بس. تدخل هنا على الايمج فيو. تدخل هنا كمان على اول واحدة على الايمج فيو. لا استنى نشوف كده في البروفايل. هي مش في البروفايل، لا مش في البروفايل. تمام، تدخل هنا على الايمج فيو اللي هي اول واحدة. تمام، تنزل لحد سطر 121. 171 معلش، لحد 171 وتغير اللون بتاعك بس. تمام تمام. تحفظ وتثبت وتشوف كمان اللون اتغير ولا لسه. لو في اي مشكلة معاك تعالى وكلمني عادي. هسيب لك كمان لينك الجروب اللي احنا بنشد فيه مع بعض عادي يعني. شايف اللون هو اتغير ازرق. تمام، اهم حاجة لايك كومنت شير، ده لو انت عملت. سلام.